في فيديو نازل دلوقتي يعني كذا حد اتكلم عنه من واحد ستريمر اسمه حجازي، سيف حجازي. كان هو صاحبه يعني بيتكلموا عن كذا حاجه. فاكتر فيديو او اكتر جزء شدني ليه ان هما بيتكلموا عن المساكنه. فاللي اتكلم عنهم بطريقه كوميديه وبطريقه لطيفه وكان اسلام فوزي. انا مش عارف ازاي ما حدش اتكلم عن الموضوع والموضوع بيودينا كذا نقطه تانية. وايه هما؟ زي ما هم قالوا في الفيديو، انت بتعمل لها ماركتينج. تمام. يعني هعرض الفيديو دلوقتي وانتوا تشوفوا. بيتكلم اللي هو دي حاجة حرام، اسمها اصلا في الاول في الاخر ما اسمهاش مساكنة، اسمها زي ما هو قال وعملوا قطع الصوت الزن. مش عايز اكمل الكلمة يعني عشان هي حرام وعيب. وربنا يعافينا يعني. ان هو حرام اصلا ولد وبنت يقعدوا يسكنوا مع بعض وهم مفيش بينهم علاقة، لا تقول لي بقى صحوبية ولا تقول لي خطيبتي ولا تقول لي معرفش ايه، مراتك. غير كده مفيش اي حاجة تانية. مفيش حتة بقى اصل سكن عشان الشغل ولا سكن عشان الدراسة ولا سكن عشان معرفش بنجرب بعضينا وبنشوف طباع بعضينا وبنشوف معرفش ايه. مفيش الكلام ده. دي حاجة عند الأجانب، فاحنا بنقلد الخيابة بس. أي حاجة خايبة احنا بنقلدها، لكن أي حاجة صح وعيب وحرام لا. فبيرجعنا لنقطة إن إحنا بقينا بنعمل لأي حاجة حرام ماركتينج زي ما هم قالوا كده، وبنغير اسمها عشان خاطر نسوقها عادي ونعمل لها عادي، يعني نتعامل بيها عادي. وهل حتة اللي إحنا بنغير اسمها ديت عشان خاطر ننشرها ولا عشان خاطر ما نحسش بالذنب بتاعها وما نحسش إن هي حرام؟ مش بتكلم عن نفسي ومش بتكلم عن ناس كتير، بس أنا بتكلم على اللي بيعملوها. يعني زي مثلا اللي بيكذب. اللي بيكذب دوت هي حرام بيكذب. يعني حتى الرسول قال لك ممكن الواحد مسلم يعمل اي حاجه، ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يعمل كذا حاجه حرام، لكن يكذب لا. فحته الكذب نفسها ديت حرام اصلا، يعني كبيره جدا عند ربنا. لكن احنا بقى بنقول عليها ايه دلوقتي عشان خاطر الواحد يكذب براحته؟ يقول لك عليها ايه؟ مثلا بياع واحد بيكذب في سلعه عشان خاطر يبيع، زي اللي بيقول لك ايه، الشقه دي بتشوف البحر، تمام، او بتشوف النيل، وتلاقيه في الاخر زي ما قال في الفيديو، وفي الاخر بقى تلاقيه هو رابع خامس نمره وشايف النيل او البحر في حته قد كده من شباك صغير قد كده. يقول لك اه انا ما كذبتش عليك، لا انت كذبت عليا او ما قلتش الحقيقه كامله. فده يعتبر كده. اللي بيكذب مثلا كمثال في الملابس او في بياعين الملابس يعني، او بياعين الموبايلات، مش بتكلم عن الكل، بتكلم عن فئه معينه. يلبس الطقم عشان خاطر دي اخر حته عنده مثلا، فعايز يبيعها، يقول لك الله دي جامده عليك قوي، وهي مش جامده عليك، هي شكلها مش حلو او شكلها عادي. فاهمين؟ بيكذبوا في حاجات كتير. بس هم حاطين ففكره الكذاب او الكذب بيغيروا اسمها، بيقول لك ده بياع او ده شاطر او ده ما اعرفش ايه. من ناحيه بقى المنافق مثلا بتلاقيه مع ده شويه ومع ده شويه، رايه مش ثابت، مثلا مش بيقول كلمه الحق. يعني تساله في حاجه يقول لك انا معاك، يروح على التاني يقول لك انا معاك. فده حاليا بقى اسمه حلنجي شاطر، لسانه حلو، بيعرف يتكلم، بيعرف يظبط الموقف، بيحطها اي حاجه. لكن في الاول في الاخر اسمه منافق، وبرده ده حرام. حته زي ما هم قالوا في الفيديو مساكنه واحد وبنت مع بعض، ده ما اسمهاش مساكنه، دي اسمها اداب، يعني قضيه اداب وش. ما فيش حاجه اسمها مساكنه. من ناحيه بقى نرجع بقى، ده رجعنا لنقطه التربيه بقى اللي هي الحديثه. زمان كان اهالينا بالحزام وبالعصايه وبالجزمه وبالقلم، تمام. بغض النظر كانت صح او لا، بس طلعتنا فاهمين الحرام من الحلال، تمام. بغض النظر بقى واحد عنده عقده ولا ما عندوش عقده من تربيه اهله، بس على الاقل في عنده مبدا من جواه وعارف ان ده حرام وده حلال. ما ينفعش مثلا ابص لبنت، ما ينفعش ارخم على بنت، ما ينفعش المس بنت، ما ينفعش اكذب، ما ينفعش اسرق، ما ينفعش. هو من ناحيه السرقه برضو يقول لك ايده خفيفه. لا يا عم اسمه حرامي والله. عيل فهلوي وبتاع وايده خفيفه، لا اسمه حرام، يعني اسمه حرامي. المهم نرجع لموضوع التربيه والكلام ده. التربيه الحديثه بيسيبوا الولد مثلا او البنت ماسكين التليفون 24 ساعه ومش مركزين معاهم مثلا، او انت يا حبيبتي رايحه فين؟ رايحه مثلا عند صاحبتي او طالعه اخرج او كده. مفيش متابعه، مفيش رقابه، فبالتالي ممكن تلاقي البنت طالعه مش مهم لبسها، محدش مركز معاها، مش محدش مركز في لبسها، يقول لها يا حبيبتي جسمك باين، حرام حلال، انت كبرت خلاص على الكلام دوت. مش فارق معاهم تنزل تشوف صاحبها ولا تخرج معاه تقضي معاه اليوم. ما فيش الكلام دوت بقى. دي اسمها في الدين او في الصح والغلط، مش عايز اقول اسمها عشان اسمها كبير، ولكن بس الشخص دوت اللي هو ما بيغيرش على اهل بيته ما بيشمش ريحه الجنه. اكتبوا كده سيرش على جوجل، مين ما بيشمش ريحه الجنه، هتعرفوا الكلمه ديت ايه. لكن احنا بقينا بنسميها دلوقتي متفتح وتقدم ومش متخلف وما اعرفش ايه، وخليك اوبن مايند. لا مفيش حاجة اسمها كده، ده حرام وده حلال برضه. بس هو في الأول وفي الآخر ده أوراني، يعني اللي هو يسيب أهل بيته كده. ومش مش لازم يكون بيسيبهم ينزلوا في الشارع بلبس معرفش إيه، لا ده في البيت. يعني أنا شفت كومنت كده على بوست، والله العظيم حاجة خايبة، والله العظيم حاجة تضحك، يعني ده هم يضحك بمعنى أصح. كانت كانت بنت منزلة صورة أو فيديو مش فاكر، هي وأمها يعني في البيت بيرقصوا بقى لابسين لبس بيتي مش حلو.
هو مش فيديو، هو screen shot كان حد بيتريق عليه، عشان ما حدش يقول لي أنت اتفرجت على الفيديو كده، لأ والله كان حد بيتريق عليه، وبيتريق على الcomment بتاعهم كمان، بيرقصوا في البيت، ما اعرفش طالعين لايف بقى والّا فاتحين والّا فيديو عادي ما اعرفش، بس لابسين بقى قطاف وكده. المهم فحد بيقول لهم إيه اللبس دوّة، شايف حرام، أو بيقول لهم عيب، أو بيقول لهم ما فيش حد يكلمكم على اللبس دوّة، ما فيش راجل في البيت يعني وكده. قالت له: "لأ، ما إحنا في البيت عادي." "يعني إيه في البيت عادي؟" "في البيت عادي بس بيصوروا ويقلعوا وينزّلوا عادي، لكن في الشارع يلبسوا طويل ويلبسوا ما أعرفش إيه." إيه الهبل ده؟ فمش فكرة إن أنت تبقى راجل تبقى في الشارع بس، لأ في بيتك برضه يا حبيبي ما ينفعش بنتك تطلع بالمنظر دوّة، ولا أهلك حريمك يطلعوا بالمنظر ده. ما فيش حاجة اسمها أصل هُم في البيت، ما هُم في البيت وإحنا دخلنا جوّه البيت باللايفات بالفيديوهات بالقرف دوّة، بقينا شايفين كل حاجة جوّه. إحنا بقينا بنعمل أو بنسوّق للحاجة الحرام، بنغيّر اسمها عشان خاطر نستحلها وعشان خاطر نعمل اللي إحنا عايزينه. يعني اللي بيشرب مثلًا حاجات مخدرة يقول لك كيف وبيفصل عن الواقع، لأ هو ده حرام، ما فيش حاجة اسمها أصل أنا مخنوق بافصل عن الواقع، طب ما كلنا مخنوقين وكلنا عندنا مشاكل، بس بدل ما تفصل من الواقع اقعد يا عم فضفض مع صاحبك، يا عم فضفض مع نفسك، يا عم صلّي واتكلم مع ربنا. تمام، لكن مش فكرة اللي هو أسهل حاجة تروح لها الحرام وتشرب وتعمل وتفصل، أصل أنا عايز أفصل عن الدنيا، ما ده حرام، ما اسمهاش كيف، ما اسمهاش بافصل، اسمه حرام. أتمنى بس نرجع للدين ونشوف إيه الحرام وإيه الحلال، فكوكم من الأسامي اللي أنتم عاملينها ديّة للحاجة عشان خاطر تستحلوها. حاجة تانية برضه مهمة، صحابنا الأشباح، تمام، مش باتكلم عن شخص برضه معين، اللي هم ماسكين أسلحة أو بغض النظر عن الأسلحة يعني، عشان في كذا فيديو لشخص ما أعرفش اسمه إيه والله، بس ظهر قدّامي كذا مرّة، بيكون شخص مثلًا ماشي في حاله عادي، ويروح جاي مثلًا شادّه من هدومه أو واخده كده تحت كتفه وبيهزر معاه وما يعرفوش، في منهم كان عارفه بيقبل هزاره وفي منهم ما يعرفوش. فأنا في فيديو لفتني كده شاب غلبان خالص، يعني عارفين الناس اللي هم إيه، شاب اللي هو ماشي تحسّه باصص في الأرض بقى ومسرّح شعره على جنب كده وغلبان خالص، عنده مثلًا بتاع 17، 18 سَنة، الغلبان دوّة، والتاني اللي بيصوّر عنده مثلًا فوق ال20، تمام، بتاع 23، 24، 25 كده يعني. فراح جاي أخده برضه كده وشدّه من هدومه وبيهزر معاه وبيمسكه من الحزام مثلًا كده، فهو التاني بيضحك، يعني هو واحد صاحبه بيصوّره وأكيد في كام واحد جنبهم بيصوّروا قصدي بيهزروا وبيضحكوا، ودوّة عمّال يقِل من الولد، تمام، فالولد خاف وطلع يجري. فهُم وبيضحكوا أصل أنا باهزر معاك، تهزر معايا إيه؟ ده ما اسموش هزار، ده اسمه أنت بتخوّف مؤمن أو بتخوّف مسلم أو بتخوّف إنسان عامةً، فادام أنت زرعت فيه حتّة خوف قد كده، فمعنى كده إن هو خاف، فده حرام عليك. هتقولي لي: "لا يا عم ده هزار." لأ، أنت قبل ما تهزر معاه، هل هو قابل هزارك أصلًا والّا لأ؟ أنت لو عايز تعمل حاجة زي كده اعملها مع واحد صاحبك، تمام؟ برضه ودينا لنقطة التنمر، لو أنت بتنمر على حد خلّي بالك عشان دي بتجرحه وبتضايقه. ما ينفعش حد قدامك مثلًا يكون صاحبك أسمر مثلًا يعني، وتقول له يا فحمة والّا إيه يا زنجي والّا إيه يا عبد والّا دي بتضايق، حتى لو هو بيضحك قدامك بس جواه بتضايقه، أصل هو ما اختارش شكله، هو ما اختارش اللي هو يتخلق كده، دي خلقة ربنا. ففي المقابل هو لو قال لك كلمة زي كده أنت هتتضايق، فده ما اسموش هزار أو هزار تقيل أو هزار بعشم، لأ ده اسمه تنمر وده حرام. حد مثلًا طويل تقول له يا نخلة، حد ما أعرفش قصير تقول له يا بلية، ما فيش حاجة اسمها كده. عايز تتريق عليه أو تترخم عليه أو تهزر معاه زي ما أنت بتقول أو تتنمر، أنا ممكن أقول لك التنمر حلال في حاجات معينة، هتقول لي إيه هي؟ أنا مش شيخ، بس التنمر لو هو بيعمل حاجة غلط تتنمر عليه، لو هو مثلًا بيشرب سجاير وعامل لك فيها اللي هو واخد وضعه، اتريق عليه بأي طريقة. أنا معاك في ديّة. مثلًا هو ماشي في الشارع وعامل فيها اللي هو يعني بيتحامى بيكم أو كده، وبيرخّم على ده وبيرخّم على ده، اتنمّر عليه واتريق عليه، ادّي له على وشه، قِل منّه قدّام الناس زي ما هو كان بيقِل من الناس، وقتها هاقول لك التنمّر ده بتاعك أنت حلال، يعني تدوّقه من نفس الكاس اللي هو كان بيدوّقه للناس، إن هو مثلًا بيتريق على دوّة بيرخّم على ده، فأنت اتريق عليه ورخّم عليه، زي ما هو عمل مع الغريب أو زي ما عمل مع واحد تاني، دوّقه من نفس الكاس. أو انصحه الأول، يعني تمام انصحه الأول، جات منّه ماشي، ما جاتش منّه دوّقه من نفس الكاس وقِل منّه زي ما هو كان بيقِل من الشخص ده. فهنا هاقول لك التنمُّر حلال، لكن حتّة التنمُّر بقى على شكل أو على هيئة أو على لبس أو ما أعرفش على إيه، لأ، ده حرام تتنمّر عليه، لإن هو ما اختارش حاجة زي كده، لا اختار شكله ولا اختار لون بشرته ولا اختار جسمه ولا اختار حالته المادية عشان تقول له مثلًا ليه لبسك المعفن ده ما بيتغيّرش ما بتغسلوش، ما تعرفش ظروفه إيه، ما تعرفش الدنيا عنده فيها إيه. اتنمّر على أفعاله الوحشة، هاقول لك ماشي معاك تمام. فالمهم عشان ما اطوّلش أكتر من كده، ارجعوا للدين، حتّة اللي هو الواحد بيسوّق للحاجة أو بيخلّي الحاجة ليها اسم تاني عشان خاطر بس يستحلّها ويعملها، أنا باكلّم كذا بِت فانازل النساء زي ما بيقولوا زي الأجانب كده، فأنت بتقلد الحتّة ديّة بس، لأ ما ينفعش. حتّة اللي أنا ألبس براحتي أصل ده style لأ، يعني حتّى الرجالة يعني لمّا تبقى أنت شاب كده شكلك حلو في نَفْسك،
تمام، لابس مش هاقول لك بالبس كلاسيك بقى والبس ما اعرفش ايه، بس البس لبس كويس، ما بقاش بقى مثلا مقطع وركبتك بفخدك كلها باينه، ما تبقاش لابس لي هنا استرسات وجمجمه مثلا، ما تبقاش مش عارف لابس حاجه عليها جماجم ولا حاجه ما اعرفش عليها ايه. انا زمان كنت بالبس الحاجات ديت بصراحه، بس مش درجه الاوفر قوي ديت يعني، كنت حاجات ممكن فيها جماجم كنت بحبها، بس خلاص فوقت على اللي انا فيه دوت، فالحمد لله يعني، وبقيت بنصح الناس واتمنى حد يستفاد بكلامي. فوقوا شويه وركزوا في الحلال والحرام، عشان انت ممكن تقول حاجه يعني اللي هو تشوفها عادي، فتلاقي واحد بيقلدك تمام، وهو يقول لك طب ما اسمه فلان ده عملها، طب ما فلان ده شرب سجاير، طب ما فلان ده كلم ما اعرفش ايه، فلان دوت ما اعرفش عمل ايه فبيقلدك. وبالاخص اللي عجبني فيهم ان هم اللي اسمه سيف حجازي دوت وصاحبه ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، شكله حد كويس برضو، ان هم ستريمر وفي كذا حد ملايين بيشوفوهم، فدي عجبتني جدا والله، ان هم فوقوا الشباب لحاجه ممكن يكون الناس شايفينها ان هم عادي، فهم فوقوهم لحاجه، طلع واحد بس او اتنين او تلاته، مجموعه صغيره من مليون واحد شافوا، قال لك صح، ده هم بيتكلموا صح، ده حرام. لو فوقوا شخص او شخصين فدي حاجه كويسه جدا يعني، وتتحسب لهم بصراحه. وبعد كده اسلام فوزي لما اتكلم عنهم برضه بطريقه كوميديه لطيفه كده وتوعيه، فبرضه ممكن من الكام مليون الواحد اللي بيشوفوه برضه اتنين تلاته اربعه يفوقوا، فدي حاجه تتحسب له برضه. واتمنى اي حد ستريمر او اي حد معروف على النت او بيصور او بيتكلم في حاجه صح او غلط، يقولها بطريقه مباشره او غير مباشره، او يقولها بطريقه كوميديه او كده، ينصح بيها الشباب، ينصح بيها الناس، عشان خاطر في حاجات كتير حرام بتعملوها او بنعملها عامه، بس بنزوقها وبنجملها. اتمنى تفوق.